بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مساء كل يوم جمعة بإذن الله. بداية بدي أهنيكم بعيد الأضحى المبارك، وأتقدم لكم بأطيب الأمنيات والتهاني. إن شاء الله يا رب العيد يعني يجي وإحنا في أحسن حال، والعيد اللي بعده إن شاء الله وإحنا منتصرين. والله أنا متفائل جدا حقيقة، وبدي أعكس لكم هذا التفاؤل في حلقة اليوم على وجه التحديد. بدي أتحدث على عن ثلاث قضايا أساسية. يلا إن شاء الله ما حتحوش. القضية الأولى هاي الحملة الإسرائيلية للتطبيع مع المملكة العربية السعودية، والزوار يعني اللي رايحين جايين الأمريكان وبدهم يطبعوا هالعلاقات. يا أخي حلوا عنا، يعني مش معقولة يعني أمريكا أصبح كل همها هو تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال وبين المملكة العربية السعودية. يعني هذه المسألة الثانية اللي بدي أحكي عنها هي معجزة جنين. هذا اللي بيصير في الأراضي العربية المحتلة هذا معجزة بكل معنى الكلمة. الأمر الثالث الهجوم الأوكراني البطيء اللي توقف عمليا بسبب الدفاعات الروسية. طبعا حشرح أكثر وشوية معلومات زيادة، لكن إيش بدي أعمل؟ بدي أضغط هالمعلومات في أضيق نطاق زمني ممكن. على أي حال بدناش نضيع وقتنا، نرجع للسعودية. اللي بصير الآن يعني حقيقة هجوم شرس دبلوماسي سياسي أمريكي شرس. بدهم يرتبوا العلاقات، يطبعوا العلاقات بين المملكة ودولة الاحتلال. بدهم يجروا السعودية لاتفاقات إبراهام. هي نجحت اتفاقات إبراهام، عملت شيء للعرب والمسلمين حتى يجروا السعودية إلها. يعني أجا بلينكن وقبله اللي هو سوليفان مستشار الأمن القومي، واليوم بيزور السعودية أو هاي الأيام يعني بيزور السعودية اللي هو عاموس هوكشتاين المستشار الرئيس بايدن لشؤون الطاقة. مين عاموس هوكشتاين؟ عاموس هوكشتاين كان مجند في الجيش الإسرائيلي، وكان إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين. وهوكشتاين هو اللي ورط لبنان في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وقال لهم أبدا رسموا الحدود ووافقوا على ترسيم الحدود، حتجي لكم يعني الخير من كل الجهات، حترجع المليارات، وحيصير في تصدير الغاز، وحتصير لبنان أبدا مش لؤلؤة الشرق الأوسط، درة الشرق الأوسط أبدا. أخذ الاتفاق، خلى الرئيس عون يوقع، وبعدين اختفى، فص ملح وذاب. الآن رايح على المملكة العربية السعودية بحجة أنه يقنع المملكة العربية السعودية بالتطبيع مع دولة الاحتلال. إيش التطبيع؟ يعني بمعنى إقامة فتح سفارات وإقامة علاقات. هذا صهيوني أكثر من الصهاينة، إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين. لا، والحج إيش؟ بدهم يعطوا السعودية أو يلبوا أحد شروط السعودية. من معرفش وين هاي الشروط، قرأناها لكن ما سمعناهاش على لسان أي سعودي، إنه يلبوا شروط السعودية بأن يكون عند السعودية اتفاق أو برنامج نووي. طب ليش يكون برنامج النووي يعني اللي هو مشروط بالتطبيع مع إسرائيل؟ يعني بأي منطق هذا بصير يعني؟ وليش هالشرط هذا؟ هي السعودية محتاجة برنامج نووي من أمريكا؟ السعودية عندها روسيا، السعودية عندها الصين، السعودية عندها كوريا الشمالية، السعودية عندها إيران. ليش بدها تروح لبرنامج نووي أمريكي مشروط بالتطبيع مع إسرائيل؟ كلام غريب جدا حقيقة. الآن السعودية استطاعت أنه تكسب محبة العرب والمسلمين بخطواتها، أخذت خطوات رائعة جدا، أنه أدارت ظهرها لأمريكا وأدارت ظهرها حتى لإسرائيل. واللي بيقول غير هيك هاي كله مجرد حملات دعائية. يعني احنا بنتابع وبنشوف ما حصل أبدا أنه السعودية وضعت شروط للتطبيع أو سمعناها، يعني يمكن في مجالات سرية ما بعرف.
طب كمان أمر ثاني، يعني نتنياهو حكوا أكثر من مرة في دولة الاحتلال إنه والله حيصير في طيران مباشر بين تل أبيب وبين جدة لنقل الحجاج. يس الحج الأسبوع الجاي بعد 4 أيام، وين هالطيارات هاي الإسرائيلية اللي بتنزل في مطار جدة؟ هذا كله دعاية ضغوط بيمارسوها على السعودية. السعودية تغيرت، السعودية زي ما قلت الآن في مرحلة تستعيد مكانتها العربية والإسلامية وبقوة شديدة. السعودية لما بيجي الملك سلمان ابن عبد العزيز ويتكفل بحج نفقات حج 1000 من أسر الشهداء والجرحى والأسرى، بتكفل فيهم ويدعوهم لأداء الحج، والشهداء يستخدم كلمة الشهداء، هذا أمر متعمد. يعني هذا يعني بأنه في تغيير، يعني تغيير واضح جدا في هاي المسألة. فكمان نفس الشيء اللي بيصير الآن، البيان اللي أصدرته المملكة العربية السعودية إدانة لهجمات المستوطنين المتوحشين على اللي هو الفلسطينيين في الضفة الغربية، هذا كمان جديد وأقوى البيانات اللي طلعت. ويعني مش بس إدانة، كمان إنه تقديم التعازي لأسر الشهداء، هذا ما حصلش في دول عربية والله لا تستطيع أن تقول كلمة شهيد ولا كلمة شهداء. إحنا هذا بدنا إياه يستمر هذا التوجه. وبعدين نقول لهم للأشقاء في المملكة العربية السعودية، طيب ما هو هي اتفاق ابراهام، قالوا بدهم يوقفوا الاستيطان في الضفه، ما وقفوش الاستيطان في الضفه، قالوا بدهم هم والله انه يسهلوا يعودوا للعمليه السلميه، يحصلوا على طائرات F-35 او 35، ما حصلوا ولا على شيء. فاحنا نتمنى انه المملكه العربيه السعوديه الا تطبع مع دوله الاحتلال، وان لا تضغط للضغوط الامريكيه، وبلا هوكشتاين بلا اللي هو وزير الخارجيه يعني، ولا أي حدا، كلهم ولا سوليفان ولا شيء، خليهم ماشيين زي ما هم، وهذا هو الطريق الأسلم. وكل الدول تتمنى اللي تقدم لها البرامج النووية. هذه بالنسبة للمملكة العربية السعودية. لما ننتقل على اللي هو معجزة جنين، يا أشقاء يا إخوان يا أهل، اللي بصير في الأراضي العربية المحتلة ثورة حقيقية، اللي بصير حرب حقيقية. يعني لما بتستخدم إسرائيل طائرات الأباتشي المروحية عشان تنقذ اللي هو جرحاها من مخيم جنين، تنقذهم، يعني رجال المقاومة في جنين اللي يروحوا يزرعوا عبوات ناسفة ويوقعوا الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم، يوقعوه في كمين وينسبوا له، يزرعوا العبوات ناسفة وزنها 40 كيلو، بكرة حتكون 200 كيلو، وبعده حتكون أكثر، ويفجروها وهو طالع. هذا إعجاز بكل معنى الكلمة. آخر المعلومات كمان الرصد، يعني هذول الشباب اللي من 18 ل 24 سنة، هذول بدعوا انه عملوا كمان رصد للجيش الإسرائيلي والقوات الجيش الإسرائيلي والمستعربين، واستطاعوا انهم يوقعوا فيهم خسائر كبيرة. فكمان العملية اللي صارت اللي في مدينة أو مستوطنة الإسرائيلية جنب رام الله علية، هاي عملية استخدمت فيها أسلحة جديدة، الM16، وهذه مصنعة في الضفة الغربية. ولما ليبرمان بقول بكرة حتكون جنين قاعدة للصواريخ، وهذه الصواريخ حتضرب العمق الإسرائيلي، هذا حيصير. مش كانوا يقولوا على صواريخ حماس عبثية؟ وين وصلت صواريخ حماس؟ شفتوا وين وإيش اللي عملته؟ فالآن الأمور بتتطور تطور جديد آخر. يعني بعد عملية عيلي هاي اللي هي هزت الكيان الإسرائيلي واللي انقتل فيها 4 إسرائيليين مستوطنين، بعدها الآن في ثورة في الجولان، ثورة في هضبة الجولان. الآن صار في وحدة ساحات، هضبة الجولان، جنين، نابلس، وإن شاء الله يعني أنا اللي شايفه إنه بكرة الخليل حتدخل للمعركة. يعني لن تظل هذه الثورة في شمال فلسطين، حتصير في جنوب فلسطين، والخليل يعني تنضم. أيضا قوات الأمن الفلسطينية حتنضم، يعني زي ما صارت عام 2002 لما بدأت إسرائيل عمليتها لسحق المقاومة المسلحة،
يعني اللي هي عملية الأسوار. فالآن أنا أعتقد نفس الشيء حيصير. هاي القوات الأمن الفلسطينية حتنضم للثورة الفلسطينية، وهذا شيء يعني أنا شايفه زي ما أنا شايفكم. فالأمور بتتطور. وليش إسرائيل خايفة تعمل الهجوم الموسع على الشام؟ لأنه عارفة حيكون في رد فعل ومش حتنتصر. شارون ما انتصر في قطاع غزة، وأهين وأذل، رحل ناس، عمل عمليات، ما في النهاية كان تحرير قطاع غزة. الآن نفس الشيء حيصير تحرير الضفة الغربية. هذه مسألة مهمة جدا، وغير الضفة الغربية كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. فهيبة إسرائيل راحت، هيبة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الحضيض، الرعب الآن في أوساط الإسرائيليين، حتى أمريكا الآن انتقدتهم حالفتهم. فالأمور بتتطور. الأمر الآخر اللي بدي أختم فيه اللي هو الهجوم الأوكراني المضاد. هذا الهجوم فشل ذريع، وحتى يعني زيلينسكي اعترف بأنه يسير ببطء. كمان شفنا دير شبيغل الألمانية بتقول أنه صاروا الجنود الأوكرانيين يعقبوا الدبابات الليوبارد اللي هي الألمانية حتى ما يدخلوش في مواجهة مع روسيا. هذا تطور مهم جدا اللي بيصير. الآن الحرب الأوكرانية تقريبا تلفظ أنفاسها الأخيرة. الآن السوفييت أو الروس في حالة دفاع، وبعد الدفاع حيكون في هجوم. خليكم من الدعايات اللي بتشوفوها وبعض القنوات العربية اللي بتقف مع الأوكرانيين وضد روسيا. لا، انه الان في تطور مهم جدا. امريكا تهزم هزيمه كبرى. شفتوا ماكرون بده يروح على قمه البريكس في اكتوبر الجاي، وقال له الروس حل عنا، طردوه. ليش؟ لانه بده يقنع قمه البريكس انها تقوم بعمليه سلام وتوقف الحرب. مش حيوقفوها الروس الحرب الا لما تتحقق كل اهدافهم ويصير في شيء يعني على الارض. أخذوا اللي هي الأقاليم الخمسة، طبعا 4 في شرق أوكرانيا وجنوبها واللي هو شبه جزيرة القرم، وبعدين خلص يعني هذه مسألة يعني تنتهي بشكل متسارع. الآن في سارمات يعني عدوا صواريخ سارمات النووية وجاهزة، وكمان اللي هو الصواريخ كينجال الآن اللي هي الأسرع من الصوت أصبحت تستخدم أيضا في هذه الحرب. الأمور بتتغير. إحنا بس بدنا نكون ثقة في نفسنا، ثقة في أهلنا اللي بيقاوموا الاحتلال في فلسطين، ثقة في أهلنا في الجولان اللي الآن يقاوموا الاحتلال. وشكرا لكم، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل، وكل عام وأنتم بألف خير.